بونجور. بما اننا عرفنا سوا ازاي نرسم الوجه من الاتجاهات الاساسيه الوش والجنب والزاويه التلات ارباع، فالنهارده هنعرف مع بعض الخطوات والحاجات اللي تساعدنا نرسم الوش من اي اتجاه. لو اول مره تشوفوني، انا منى مصطفى، رسامه كتب اطفال ورسم ديجيتال، واكتر حاجه بحبها ان انا اتكلم عن مشواري في تعلم الرسم. يلا بينا نبدا. هستخدم هنا صورة فيها رسمة الوجه أو شكل الوجه من اتجاهات مختلفة، وهبدأ أحدد الدايرة اللي بتكون لي الراس بتاعتي، وبعدين هزود خط بالطول وخط بالعرض من نص الدايرة علشان يحدد منتصف الوجه طولي وعرضي. بعد كده بحدد مكان الودان، وهنا مكان الودان هيبقى على نفس الخط بتاع المنتصف بتاع العينين، وده معناه ان الكاركتر لا بصة فوق ولا بصة تحت. نيجي بقى للوجه من الجنب، برضو بنحدد الدايرة الأساسية بتاعة الوجه، وبعدين بحدد خط المنتصف بالطول وبالعرض مكان العينين، والخط اللي بيقسم الوش نصين بالطول، وبرضو بحدد مكان الودان، وده برضو بيوصلني ان يكون مكان الودان على نفس الخط بتاع المنتصف. اما بقى لو جينا نرسم الوجه باصص لتحت، هنبدأ برضو بالدايرة الأساسية اللي بتكون الوجه، نقسم الدايرة دي بالطول وبالعرض. بس هنا بقى لما هنيجي نحدد مكان الودان، هنلاقي ان الودان فوق شوية عن الخط بتاع المنتصف اللي بيحدد لي مكان العينين. هنلاقي الخط ده باصص لتحت، اما الودان فبتتجه لفوق شوية، والعكس صحيح لو الوجه باصص لفوق. برضو هنبدأ ان احنا نرسم الدايرة الأساسية اللي بتحدد لي شكل الوجه، وارسم خط طولي وخط عرضي في منتصف الوجه. بس هنا الخط العرضي هيبقى متجه لفوق، هيبقى باصص لفوق، اما الودان هنا في الشكل ده هنلاقيها نازلة لتحت شوية. بنحاول نتخيل الراس كأنها كورة، كل ما بتنزل لتحت كل ما خط المنتصف بينزل لتحت الودان بتطلع لفوق، والعكس لما الوجه يبص لفوق العينين بتطلع لفوق والودان بتنزل لتحت. ونقدر نطبق الكلام ده على اي شكل وجه في اي اتجاه. باصص لفوق هتبقى العينين باصه لفوق والودان نازله لتحت، باصص لتحت هتبقى العينين متجهه وباصه لتحت لكن الودان بتتجه لفوق. خلونا نجرب نرسم كده سريعا ونطبق نفس الكلام اللي احنا قلناه ده بقى، بس على الرسم بدل ما نحدد على الوجه. دايره بتاعتنا اللي بتحدد شكل الراس، وبعدين بنحدد الخط بتاع العينين سواء باصص لتحت او في النص او لفوق. ومن هنا بنحدد بقى الودان، هتلاقوني عاملاها باللون الاخضر. لما تكون العينين باصه لفوق هتلاقوا الودان نازله لتحت، والعكس صحيح لما تكون العينين باصه لتحت هتلاقوا الودان طالعه لفوق، ولما العينين تكون باصه في اتجاه الامام بتكون الودان على نفس الخط العرضي بتاع الوجه. وبرضو مهم ان احنا ناخد بالنا من شكل المناخير لما نبدأ نرسم الوجه من اكتر من اتجاه، برضو هتلاقوا ان الشكل بتاعه بيختلف من اتجاه للتاني. ودي صورة تانية لشكل الوجه من اتجاهات مختلفة اكتر وزوايا اكتر من الصورة اللي قبليها. برضو بحدد شكل الوجه، بس اهم حاجة بالنسبة لي هنا هو الكروس او علامة الزائد او الخط الطولي والعرضي بتاع منتصف الوجه اللي بيحدد لي مكان العينين ومكان المناخير. وطبعا لما بناخد المعلومات اللي احنا طلعناها من الصورة ونطبقها بقى على الرسم بتكون اوضح كتير. بنرسم اهم حاجة الدايرة اللي بتكون الراس، ونبدأ نحدد الخط الطولي والعرضي بتاع الراس، ومن الخط العرضي بنحدد مكان العينين، وعكس العينين بتبقى الودان. لو العينين بصة للأمام هتفضل الودان على نفس الخط، لكن لو العينين بصت لفوق أو لتحت مكان الودان هيبقى العكس. وبرضو لو أخدتوا بالكم هتلاقوا إن الخط اللي بيحدد منبت الشعر بيتغير مع اتجاه الوش. لو الوجه باصص لتحت هنلاقي إن احنا شايفين جزء كبير من الشعر، ولو الوجه باصص لفوق بنلاقي ان احنا بنشوف جزء اصغر كتير من الشعر. ودي اكتر ملاحظات مهمة المفروض ناخد بالنا منها علشان نعرف نرسم الوجه من اي اتجاه. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب على يوتيوب وفولو على انستجرام، ولو عندكم اسئلة اكتبوها لي في الكومنت، وكمان اكتبوا لي اقتراحاتكم للفيديوهات الجاية. وبس كده، اتمنى ليكم يوم سعيد. باي.